لو عندك بقى نص فرخة وشوية من البطاطس، تعالوا نعمل بقى وصفة لذيذة والولاد هيحبوها جدا وطعمها خطير بجد، هتعجبكم. وهي كرات البطاطس بالفراخ، وممكن كمان نستخدم الجبنة الموتزاريلا، وهقول لكم على بديل للجبنة الموتزاريلا وهتدي برضو نفس الشكل والطعم الجميل. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة عندي هجهز عندي ان البطاطس قشرتها حوالي كيلو من البطاطس، وبعد كده بقطعها اسطوانات، وبعد كده قطع مربعة عشان تبقى سهلة في السلق وتستوي بسرعة. بحطها بقى في حلة وما بتاخدش وقت، بتكون استوت. على بال ما بتستوي بجهز عندي صدر فرخة كان عندي، قطعته شرايح كده بالطول، وبعد كده بقطعه قطع صغيرة. وطبعا القطع الصغيرة دي هنستخدمها في الحشو البطاطس. القطع حاول ان القطع تكون صغننة، ما تبقاش كبيرة يعني، علشان هنحشيها في الكور. بعد كده بقى بحط عصير البصل اللي هي المكعبات اللي انتوا شايفينها دي، وده طبعا كنا مفرزينها قبل كده. بعد كده بحط بقى ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. عندي هنا البطاطس استوت. هبتدي بقى اهرسها كويس، وبعدين هأكد عليها بالشوكة علشان تكون عندي ناعمة خالص. هحط كمان ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. ممكن كمان نحط بهارات للبطاطس. هحط معلقتين من اللبن البودر، مش هحط لبن سايل عشان انا عايزة البطاطس تكون متماسكة واقدر اشكلها. هجهز بعد كده عندي الجريل، واحط معلقة كبيرة من السمنة، وهشوح عندي صدور الفراخ، مش بتاخد وقت خالص، حوالي 10 دقايق وبتكون استوت. لو انتوا حابين تصغروا حجم الفراخ عن كده شوية ممكن تصغرها. يعني هي كانت طلعت معايا كبيرة شوية، وما انا استخدمتها بعد كده وصغرت المقاس. طبعا عايز ما اقولكوش بقى على ريحة الفراخ مع عصير البصل، بتبقى طعمها خطير وطالعة تحفة. ما بتاخدش 10 دقايق وتكون عندي هنا كده استوت. هجهز بعد كده بقى عندي الصينية اللي انا هحط فيها الفراخ والبطاطس. جهزت بقى هنا عندي الصينية. ببتدي افرد جزء، حوالي بناخد الربع تقريبا الكمية، وبفرده في الصينية. ما تبقاش طبقة سميكة. انا حطاها قصدا، يعني قصده علشان الجبنة ما تنزلش على الصينية وتلزق فيها، وبرضو تبقى فيها طبقة من تحت تبقى حلوة. بعد كده بحط الفراخ وببتدي احشي بقى عندي هنا كرات البطاطس بالفراخ، وبحط الجبنة موتزاريلا، ودي اختياري. لو حابين ممكن نحط البشاميل السريع اللي انا قلتلكوا عليه قبل كده، كوبايتين من اللبن ومعاهم بيضة ومعلقة من النشا ومعلقة من الدقيق، وببتدي احطهم عليها. وهنا بقى استوت، حطيتها في الفرن، ما اخدتش ربع ساعة من فوق وربع ساعة من تحت، وكانت استوت وبقت جميلة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.